بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة مملكة الأهلي. فيديو جديد على القناة. أخبار الأهلي يوم السبت 2/3/2019. لو مهتم بأخبار النادي الأهلي يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس من أسفل الفيديو من العلامة الحمراء علشان يوصلك كل يوم ملخص كامل لجميع أخبار النادي الأهلي. الملخص فيه أخبار كتير جدا جدا، يا ريت تتابعه للآخر عشان تعرف جميع الأخبار. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، عاوزين نوصل الفيديو لأكتر من 5000 لايك، ويا ريت تعمل اشتراك في قناتنا البديله معاك يا اهلي، هتلاقوا اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده. اشوفكم وارجع لكم ان شاء الله بعد نهايه الملخص والتقرير القادم. المهاجم الدولي يكشف موقفه من التوقيع للأهلي. رفض المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بالنادي الأهلي ومنتخب المغرب فتح ملف تمديد تعاقده الذي ينتهي بعد موسمين ونصف الموسم الحالي، في ظل رغبة اللاعب في العودة من جديد للمباريات واستعادة مستواه الذي فقد الكثير منه بعد إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية التي أبعدته عن الحسابات الفنية لمدة شهر ونصف حتى يستطيع الحصول على المبلغ المالي الذي يراه مناسبا له، خاصة أنه سيتنازل عن حلم الاحتراف في أوروبا في حالة استمراره في الأهلي، فضلا عن رفض النادي عرض خيالي من الصين الموسم الماضي رغم أن الصفقة كانت في خطواتها الأخيرة، لكن الأهلي رفض إتمام الصفقة خوفا من انتقال اللاعب لبيراميدز. وليد أزارو يؤجل ملف تجديد تعاقده مع الأهلي، وعلم موقع استاد الأهلي أن وليد أزارو رفض الحديث عن تمديد تعاقده طمعا منه في الحصول على عرض احتراف خارجي في انتقالات الصيف القادم، خاصة وأنه يتطلع لتحقيق حلم الاحتراف الخارجي والتي رهنها بقيادة الفريق لحصد دوري أبطال أفريقيا. مارتن لاسارتي يستعجل تجديد عقد أزارو وتمسك باللاعب. ويستعجل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تجديد عقد وليد أزارو مع الأهلي، خاصة أنه المهاجم الرئيسي في الفريق خلال الفترة الحالية واستمراره أمر ضروري للغاية في ظل مشاركة الفريق في عدد من البطولات على الساحة المحلية والعربية والأفريقية، ويجب فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق حتى ينجح الجهاز الفني في مهمته. الكاف يعاقب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي وخليفة أزارو جزائري. قررت لجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تغريم نادي فيتا كلوب الكونغولي غرامة مالية قدرها 20,000 دولار بعد السلوك السيء والشغب الجماهيري أثناء مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وتأتي هذه العقوبة نظرا لقيام الجماهير برمي الزجاجات والمقذوفات النارية وفشل الأجهزة الأمنية في التأمين بنجاح على رادار الأهلي في الصيف. بدأ مسؤولي النادي الأهلي في التفكير في ضم صفقات من العيار الثقيل فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجاري، ووضع النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب خطة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التدعيم بعناصر مميزة في ظل وجود رغبة قوية من الإدارة للفوز بجميع البطولات في هذا الموسم. المفاجأة القوية تمثلت في رغبة الأهلي في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح الذي تم وضعه ضمن قائمة 5 لاعبين مرشحين لتدعيم هجوم الأحمر، ويبحث الأهلي في الفترة القادمة عن رأس حربة سوبر وأبرزهم بونجاح المرشح الأقوى لخلافة المغربي وليد أزارو والمحتمل رحيله بسبب تكرار إصابته في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه بشكل كبير عن الموسم الماضي. ونجح بونجاح في تحقيق رقم تاريخي بعدما تجاوز كل من ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بعد أن تفوق في صدارة هداف العالم خلال الموسم الماضي 2018. بن دبكة يعلن ترحيبه باللاعب في الدوري المصري، فيما قالت صحيفة الهداف الجزائرية أن سفيان بن دبكة لاعب مولودية الجزائر نال اهتمام نادي الأهلي والإسماعيلي خلال الفترة الماضية مع ظهوره الجيد في الدوري الجزائري خلال الموسم الحالي. ويمتلك بن دبكة لاعب وسط المولودية مسيرة طيبة خلال الموسم الحالي في الدوري، حيث يصفه المتابعون بأنه لاعب متنوع في أداء مهام لاعب الوسط دفاعيا وهجوميا، ويتميز في نقل الكرة على حد وصف الصحيفة، كما أبدى اللاعب نفسه استعداده للعب في الدوري المصري، لكنه أجل إمكانية مناقشة الرحيل عن مولودية الجزائر إلى نهاية الموسم الحالي. وقال صاحب 26 عام في تصريحاته: إذا حصلت على عرض مثير للاهتمام لكن أرحب بفكرة اللعب في الدوري المصري. ويمتلك مولودية الجزائر عقدا مع بن دبكة ممتد حتى صيف 2020، وهو ما يعني أن الحصول على خدمات اللاعب لا يمكن أن تحدث إلا من خلال التفاوض المباشر مع إدارة النادي الجزائري. سيناريوهات أمام الأهلي للوصول لصدارة الدوري الممتاز. يستعد الفريق القروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت خلال المباراة التي تجمعهما مساء الاثنين الساعة 7 ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق فوزه التاسع على التوالي بعد تحقيق الانتصارات في الجولات الثمانية الأخيرة على حساب سموحة ومصر المقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة.
صحوة الأهلي الأخيرة بمسابقة الدوري وتعثر منافسه الزمالك صاحب الصدارة أمام طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين جعل رصيد الفريق الأحمر يصل لنقطة رقم 48 بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الأبيض المتصدر ب 52 نقطة. سيناريوهات وصول الأهلي لصدارة الدوري وخطفها من غريمه التقليدي الزمالك. فوز الأهلي على بتروجيت يجعل رصيده يصل لنقطة رقم 51 بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك الذي لن يلعب الأسبوع القادم بسبب انشغاله بمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها الأحد القادم. ويلتقي الزمالك مع المقاولين العرب 13 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 25. وحال فوز الزمالك سيصل للفريق الأبيض للنقطة رقم 55. أما في حالة تعثر المارد الأبيض أمام ذئاب الجبل وانتهى اللقاء بالتعادل سيصل الزمالك لنقطة 53. وفي حالة الخسارة سيتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52. وفي سيناريو تعادل الزمالك أو الخسارة من المقاولون العرب سيلتقي بعد ذلك المارد الأحمر مع غريمه التقليدي الزمالك وجها لوجه في مباراة القمة المقرر لها 30 مارس الجاري والمؤجلة من الجولة 17 للدوري. وسيكون فارق النقاط نقطة وحيدة. وحال فوز الأهلي سيصل لنقطة 54 ويتصدر الدوري بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض. متعب يغازل أحمد ريان. على صعيد متصل غزل عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المعتزل خليفته في الملاعب أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي والمعار للجونة بعد التألق في الفترة الأخيرة مع الفريق. وقام عماد متعب بنشر هدف ريان في فريق بتروجيت وكتب: ايه يا ريان يا حبيبي في حاجة؟ وكان عدد من جماهير الأهلي شبهوا أداء ريان بمتعب ويرونه خليفة نجم الأهلي المعتزل في الملاعب. وكان عدد كبير من الجماهير شبهوا أداء أحمد ياسر ريان بمتعب ويرونه خليفة نجم الأهلي المعتزل في الملاعب. ووصفه أيضا عماد متعب بنفس اللقب. مارتن لاسارتي يضع يده على ملامح قائمة الراحلين في نهاية الموسم الحالي. بدأ الأورجياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في تحديد ملامح قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن الوقت ما زال مبكرا لحسمها بشكل رسمي. لكن الخواجة الذي قاد الفريق في 13 مباراة حتى الآن بواقع 9 مباريات محلية و4 أفريقية بدأ يضع يده على بعض الأمور الخاصة بكل لاعب من حيث مستواه ولياقته الفنية وكذلك مدى قدرته على تحسين مستواه وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بالإصابة التي يتعرض لها أي لاعب ومدى استجابته للبرنامج العلاجي الذي يخضع له. مارتن لاسارتي يتراجع عن الاستغناء عن إسلام محارب. وكشفت تقارير صحفية أن هناك بعض اللاعبين الذين حجزوا أماكنهم بنسبة كبيرة في الرحيل عن المارد الأحمر الصيف القادم. ورغم أن إسلام محارب من اللاعبين الذين دار حولهم لغط بشأن إمكانية الرحيل الصيف القادم، إلا أن هناك اقتناع تام بقدرات اللاعب لدى أكثر من عضو بالجهاز الفني، كما أنه لم يشارك في المباريات الماضية على خلفية رفضه اللاعب في مركز الديفندر حتى لا يتأثر مستواه سلبا حال اللاعب في هذا المركز، وهو ما بدأ يتفهمه لاسارتي مؤخرا، خاصة وأن محارب لم يثر أي مشاكل طوال فترة لعبه في النادي الأهلي. وفد الأهلي يعود من الإمارات الأحد القادم. من ناحية أخرى يعود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بكرة القدم في النادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى القاهرة يوم الأحد القادم قادمين من الإمارات بعد الاتفاق على زي الفريق الأول الموسم القادم. وكان وفد من النادي الأهلي والذي ضم سيد عبد الحفيظ وتوفيق قد غادر القاهرة يوم الأربعاء الماضي متجهين إلى الإمارات للاتفاق على الزي الرياضي للفريق الأول بالنادي الأهلي في الموسم الجديد. وقام الثنائي باختيار الخامات والتصميمات بالزي الرياضي بالكامل والذي يتم إعداده بشكل خاص لفريق الكرة تمهيدا لاستلام أطقم الزي الجديد قبل انطلاق الموسم القادم بوقت كافي. الأهلي يعلن مدة غياب شريف إكرامي ولاعب جديد يغيب أمام بتروجيت. تحدث طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي عن إصابة الحارس شريف إكرامي قبل مواجهة بتروجيت وموقف حراسة المرمى بالفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وضح مدرب حراس الأهلي في تصريحات صحفية أن إصابة إكرامي خسارة كبيرة بعدما ظهر بمستوى طيب في المباريات التي شارك فيها خلال الفترة الماضية وقدم مستويات طيبة للغاية، إلا أنه هذا الأمر قضاء وقدر ولا بد من التعامل معه. وكشف طارق سليمان أن إكرامي سيحتاج من 4 ل6 أسابيع ثم يعود بعدها بشكل طبيعي، مشددا على أنه قادر على العودة بشكل أفضل وأقوى في مدة أقل من 6 أسابيع نتيجة لالتزامه المعهود ودرجة استجابة عضلاته للعلاج. وأكد طارق سليمان على أن هناك ثقة كبيرة في الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي حارسي الفريق، موضحا أنه يحرص دائما على ألا يكون هناك فارقا في المستوى بين الحراس الثلاثة تفاديا لمثل هذه المواقف الصعبة، على أن يكون الجميع جاهز للمشاركة والظهور بمستوى مميز. وتطرق مدرب حراس الأهلي لاستبعاد الشناوي من معسكر المنتخب في مارس، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة أجيري
أرجع الأمر للرغبة في إراحة العناصر الأساسية ومنها حارس الأحمر. وشدد مدرب حراس الأهلي على أهمية المرحلة القادمة للفريق والرغبة في تحقيق الفوز سواء بالدوري أو ببطولة دوري أبطال أفريقيا. عمرو السولية يغيب عن الأهلي أمام بتروجيت. تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن مباراة فريقه القادمة أمام بتروجيت بسبب الإصابة، واشتكى السولية من آلام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجيت شبه مستحيلة. وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح الجمعة والذي أقيم على استاد التتش. مارتن لاسارتي يراقب لاعب الداخلية. يراقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي مستويات عدد من اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري. وكشفت تقارير صحفية أن الأورجياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون يراقبون إسلام جابر لاعب مصر المقصة والمعار للداخلية تمهيدا لضمه خلال الفترة القادمة في حال نال إعجاب الجهاز الفني. وتأتي مراقبة الجهاز الفني للاعب بعد ترشيح من مقربين من مجلس الإدارة واللجنة الفنية لاكتشاف المواهب السابقة والتي كان يتولاها علاء ميهوب والذي رحل مؤخرا بسبب طلبه العمل في الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وفقا لتأكيدات ميهوب نفسه. جدير بالذكر أن لاسارتي يتسلم تقرير بشكل أسبوعي عن المعارضة من الأهلي لأندية الدوري خصوصا الذين يرتبطون بعقود لنهاية الموسم، حيث أبدأ إعجابه بالثنائي أحمد حمدي وأكرم توفيق لاعب الجونة وعمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري. سر غضب مارتن لاسارتي من لاعبي الأهلي وإيقاف المران. ظهرت معالم الغضب على مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال مران الفريق أمس الجمعة بسبب وجود بعض الأخطاء الفنية من لاعبي الفريق وعدم تنفيذ التعليمات التي حصلوا عليها في المحاضرة الفنية التي عقدها الجهاز الفني معهم قبل المران الجماعي، خاصة وأن مارتن لاسارتي يرغب في أن يكون في أتم الجاهزية الفنية قبل البدء في خوض مباراة شهر مارس التي تبدأ بلقاء بتروجيت ويتخللها لقاءين في دوري أبطال أفريقيا وتختتم بلقاء الزمالك في البطولة المحلية. مارتن لاسارتي يوقف مران الأهلي أكثر من مرة بسبب الأخطاء. حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على إيقاف التقسيمة الفنية أكثر من مرة صباح الجمعة أمس لتصحيح بعض الأمور الفنية ومنح لاعبي الأهلي بعض التعليمات الخططية. وأجرى مارتن لاسارتي تقسيمة فنية قوية للاعبين في مران الجمعة، ووصل الأهلي تدريباته أمس الجمعة استعدادا لمواجهة بتروجيت يوم الاثنين القادم. جلسة بين طبيب الأهلي وعمرو جمال. عقد خالد محمود طبيب النادي الأهلي جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح الجمعة أمس. وشهدت الجلسة اطمئنان طبيب الفريق على سير البرنامج التأهيلي للاعب الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة وتسببت في غيابه عن صفوف النادي رغم قيده في القائمة المحلية في يناير الماضي لتعويض غياب الثنائي وليد أزارو ومروان محسن في الوقت الذي أدى فيه عمرو السولية لاعب وسط النادي ومنتخب مصر الأول تدريبات تأهيلية في الجيم بسبب الإصابة في العضلة الأمامية والتي سوف تتسبب في غيابه عن صفوف الفريق في لقاء بتروجيت في الدوري المصري. وكالعادة متابعينا الكرام ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفوها طبعا، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. أشوفكم بكرة إن شاء الله مع ملخص جديد لأخبار الأهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.